تشكيلة النادي الأهلي اللي هيلعب بيها قدام بالميراس الفريق المرعب هجوميا. ازاي هنواجه بالميراس؟ ازاي هنقدر نوقف خطورتهم ونحد من خطورة استيفاء الجناح اليمين اللي عنده 18 سنة؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة، وكمان اعرف توقعاتي للمباراة. وقبل كل ده لازم تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان أي حاجة ننزلها يجيلك بقى إشعار. ومن غير كلام كتير يلا نخش في تفاصيل الحلقة. خلينا نبدأ كده بأول حاجة وهي تشكيلة المباراة. اعتقد الاقرب بالنسبه لي وبالنسبه لكل الناس، يعني اكيد هنختلف في حاجات وهنتفق في حاجات. فيلا بينا نبدا بمركز حراسه المرمى اللي هيكون فيه اكيد محمد الشناوي العملاق اللي بجد اثبت لنا ان عنده قدرات كتير قوي. هو بس يكون مركز وهيطلع كل اللي عنده، والاهم من ده انه بيكون حاضر في الماتشات الكبيره. رباعي في خط الظهر محمد هاني ما فيهوش كلام، ياسر ابراهيم واشرف داري برضه ما فيهمش كلام، ولكن يجي الاختلاف الكبير في الباك الشمال. احمد نبيل كوكا طالع كلام كتير قوي ان هو عنده اجهاد شويه في الخلفيه او شد يعني في الخلفيه، فبنسبه كبيره ممكن ما يلحقش الماتش اللي جاي. مين بقى اللي هيلعب؟ العش ولا الدبيس ولا الرفيق يحيى عطية الله؟ خلينا نتكلم عن الثلاثه. رايي انا في العش، وارد جدا يكون في ناس شايفه ان العش ممكن يكون دفاعيا افضل واحد فيهم، وانا برضو في وقت من الاوقات قلت الكلام ده. ولكن يا جماعه اللي اتفرج على ماتش باتشوكا، ماتش ودي عادي خالص، العش كان مهزوز، تحس ان هو مهزوز شويه. فبالتالي لما لاعب واحد عنده هزه نفسيا كده او هو مش قادر يقف على رجليه لما يجي يلعب قدام بالميراس، لا بالميراس مش فريق صغير. خلي بالك لو دخلت على انستجرام او على منصات التواصل الاجتماعي بتاعه بالميراس هتلاقي ان في حشد جماهيري مرعب. بالميراس فريق قوي، فريق برازيلي بلد الكوره. فلو المصريين هم كرويين قوي وجامدين قوي، فالبرازيل بلد الكوره واصل الكوره يعني، واصل الاحتراف في الكوره. فلو هنتكلم كحشد جماهيري وكضغط من الجماهير، لا لا اكيد عايز حد يكون واقف على رجليه. فاعتقد ان العش بالنسبه لي هو مستبعد بالنسبه لنا. الدبيس مش دفاعيا، هو الراجل ما عندوش حاجه دفاعيا ممكن يقدمها، وهجوميا برده مش اقوى حاجه. يعني اعتقد ان لو يحيى عطية الله اللي هو بالمناسبه مرمي في الثلاجه ما اعرفش ليه، الوحيد اللي ما شاركش في الماتش بتاع باتشوكا، لو الراجل ده جاهز فنيا وفي التدريبات مقدم كل حاجه عليه وبدنيا 100% تمام، يلعب مرتاح كاساسي. نخش بقى على الثلاثه في نص الملعب، واللي ظهر كلام كتير قوي في الكام يوم اللي فاتوا ان الناس عايزه ديانج مكان حمدي فتحي او ديانج مكان مروان. بص يا سيدي، بصراحه بالنسبه لي انا ما بعملش قوي للريسك في الحته اللي هي بتاعت نص الملعب دي، خصوصا لان ديانج ما لعبش بقاله شويه. هو اكيد لعب ماتش باتشوكا وكان كويس، ولكن ثنائيه حمدي فتحي ومروان اللي ريفيرو قدمها لنا كانت ثنائيه بجد مرعبه، كانت ثنائيه بجد رائعه. فانا شايف ان الماتش ممكن يبدا بثلاثه في نص الملعب، ريفيرو يبدا بيهم، مروان عطيه وحمدي فتحي، وقدامهم محمد علي بن رمضان. كده كده ديانج موجود معاك، عندك الخمس تبديلات، اعمل اللي انت عايزه. لقيت ان الدنيا مش متظبطه عادي ممكن تبدل ديانج، مش مشكله تنزله يعني وتطلع اي حد من نص الملعب. لكن رايي ان انا ما جازفش، اشوف مين اللي هيلعب في الباك الشمال، العب بثلاثه بتوع نص الملعب بتوع الماتش اللي فات، وهبدل مكان امام عاشور اللي ربنا يرجعه بالسلامه، احط مكانه احمد مصطفى زيزو ناحيه اليمين، وناحيه الشمال يبقى عندي تريزيجيه. شئت ام ابيت، اختلفت ام اتفقت، تريزيجيه لعيب كبير جدا، لعيب مهم جدا في الفريق، لعيب احنا جايبينه مش عشان بس الراجل كان في الاهلي ورجع تاني والكلام ده، ولكن قيمه فنيه كبيره قوي. والراجل جاي مش في اواخره او مش جاي عشان يعتزل، لا الراجل جاي يبني مجد مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه باذن الله تعالى. تريزيجيه حصل اللي حصل، خلاص الراجل اتعاقب وقبل العقاب. تريزيجيه انت عمرك ما سمعت عنه اي تصريح وحش او اي حاجه تضره، بل بالعكس راجل محترم جدا، راجل كويس جدا، لعيب كبير جدا داخل ارضيه الملعب. كل اللي حصل بس ان هي كانت انانيه، والراجل يعني خد جزاءه يعني زي ما بنقول، مع ان والله انا قلبي مش جايبني ان انا اقول كده على تريزيجيه، ولكن خلاص يعني اللي حصل حصل. الحمد لله ربنا سترها جت سليمه، تعادل مش مشكله، وحصل تعادل في الماتش الثاني. اي نعم التعادل اللي في الماتش الثاني ده ما يخدمكش قوي، لان كده بقت الحظوظ كلها متساويه، فكل الناس هتبقى بتلعب ند بند. ولكن خلاص ده اللي حصل، قدر الله ما شاء فعل. تريزيجيه ناحيه الشمال، واخيرا وسام ابو علي قلب هجوم. دي كده بالنسبه للتشكيله، اعتقد ان دي اكتر حاجه مناسبه ممكن للماتش. عايز بقى انت مثلا تبدل مروان مكان ديانج، عايز تبدل حمدي مكان ديانج في الاول، والله انت حر. لكن بالنسبه لي التشكيله دي كويسه. طيب هنلعب ازاي قدام بالميراس؟ السير بتاع المباراه ايه اللي هيحصل؟ الشوط الاول، الشوط الثاني، اول ربع ساعه، اخر تلت ساعه، الكلام الجميل ده كله. رايي ان احنا اول ما هننزل طبيعي جدا هنلعب واخدين الكوره
استحواذ بسيط ونحاول نضغط على بالميراس في اول 10 دقائق. مهما حصل انت النادي الاهلي، هتقول لي بالميراس، هتقول لي بورتو، هتقول لي انتر ميامي، مع احترامي الكامل لكل اللعيبه وكل الفرق. ميسي نفسه انت نزلت ضغطت، حتى لو ميسي كبير في السن انت نزلت في الفرقه اللي فيها ميسي ضغطت عليهم وعملت لهم مشاكل وسببت خطوره. انا ما قدرتش تسجل ولكن عملت كل حاجه في الكوره. فلازم لازم لازم في ماتش بالميراس اول ما تنزل لازم تخض اللي قدامك، اضغط، العب قوي، لازم تستحوذ على نص الملعب. انا اتكلمت في الموضوع ده على ماتش انتر ميامي وبعيده عليك في ماتش بالميراس وماتش بورتو كمان. لو كسبت نص الملعب انت خدت كل حاجه. نص الملعب في الماتشات اللي زي دي مهم جدا بالنسبه لك، عشان كده التركيز قوي في حته مروان وحمدي ولا حمدي وديانج ولا مروان وديانج والكلام ده كله. استحوذ على نص الملعب، ابدا اضغط، حاول على قد ما تقدر تسجل جول في اول 10 دقائق ربع ساعه. لو عملت كده انت خلاص، انت ما عندكش اي مشكله. عارف بعد كده ممكن تكمل الماتش ازاي؟ ماشي، انت ممكن تستحوذ شويه، هم هياخدوا الكوره هيضغطوا، انت تدافع، الكوره تبقى في وسط الملعب شويه كتيره، ولكن في الاخر تحاول تركز على الكرات الثابته. انت عندك وسام ابو علي، يحيى عطيه الله ولعب، عندك يحيى عطيه الله. التسديدات من بره المنطقه، انت عندك احمد السيد زيزو حاجه عالميه، عندك تريزيجيه، عندك وسام ابو علي، عندك حمدي فتحي، عندك بن رمضان، عندك شويه لعيبه لو فكروا بس ان هم يسجلوا من بره المنطقه لا ده هتبقى درمغانه يعني. وافرتون مش هيشوف، اي نعم هو حارس جامد بس كل ما تسدد اكتر على الحارس حتى لو هو جامد، في كره من الكرات هتتصد فيه سكند تايم او اللي هو الكره الثانيه يعني سكند بول، حد يلطشها تيجي جول، تبقى انت كده عملت اللي عليك وزياده. فانا كل اللي عايزه منك تسجل جول في الاول، تستحوذ على الكوره، ما تحاولش ان انت يدخل فيك اي جول ابدا. نركز جدا في الاخطاء الدفاعيه يا جماعه، مش عايزين حد يغلط. الغلطه الوحيده بتاعه الماتش الاولاني او الشوط الاول في انتر ميامي كانت غلطه ياسر ابراهيم، اللي بفضل الله الحمد لله الواد اللي دخل يشوطها ما اعرفش كان مين، ما حطهاش لوب، ما فكرش، ما لمش، اتشاطت الحمد لله الشناوي لحقها وجت سليمه وربنا سترها. الباقي كله ده بتاع ربنا بقى. الشوطه بتاعت ميسي ملهاش تألق كبير جدا من الشناوي، لو كانت دخلت في الشناوي ما كانش حد هيقول له انت ايه اللي انت بتعمله ولا ايه اللي انت ما بتعملوش. يا باشا ده ار2 ما يعملوش ثلاثه مع بعض بيلعبوا ناحيه اليمين. فاللي اقصده ركز وما تغلطش دفاعيا، ركز جدا في وسط الملعب، حاول تضغط اول ربع ساعه او اول 10 دقائق تخطف جول، وبعد كده ركز في الكرات الثابته والاستحواذ وان انت ما تعديش نص ملعبك. وان شاء الله باذن الله تعالى نقدر نكسب نادي بالميراس تحت اي ظرف. بص، بالميراس داخل وانت داخل الماتش ده ما عندكش اي حاجه تخسرها ولا هو عنده اي حاجه يخسرها، هو عايز يكسب عشان يصعد، انت كمان عايز تكسب عشان تصعد. طبعا بالنسبه للدكه هيبقى عندك عناصر كتير، ابرزها طبعا اشرف بن شرقي اللي متهيألي هيكون اول تبديله تحت اي ظرف، سواء كان انت كنت كسبان او خسران. بص لو انت كسبان انا مش عارف حته اشرف بن شرقي دي قوي عشان خاطر الواجب الدفاعي، ولكن كل اللي اقدر اقوله ان بن شرقي لو نزل لارضيه الملعب لازم واحد من الثلاثه بتوع نص الملعب يكون بيغطوا ظهره تحت اي ظرف من الظروف. بن شرقي موجود يبقى ظهره متغطي مش بالباك ولكن بنص الملعب اللي هيبقى واجبه انه يمسك الجناح اللي بن شرقي بيلعب عليه. بن شرقي دلوقتي في جناح ضاغط وفي باك ضاغط، لازم واحد في الاثنين دول يكون ماسكهم لاعب من نص الملعب. بن شرقي ما تستناش منه اي واجبات دفاعيه نهائيا، هو الراجل هينزل عشان خاطر يسبب او يحدث الفارق بالنسبه للجانب الهجومي. عندك قفشه بقى بره، عندك ديانج لو ما لعبش، عندك مروان او حمدي فتحي، عندك اللهم صل على النبي، انت طبعا بقى الشله بقى حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وقفشه والرجاله الجميله دي كلها، وان شاء الله ان شاء الله ما نتحوكش لحد فيهم ونسجل احنا باذن الله تعالى يعني. واخيرا كل الدعم للنادي الاهلي، كل الدعم لل 11 لاعب، ال 11 راجل اللي هينزلوا، احنا مش مستنيين منكم غير الرجوله بس. العب برجوله، موت على الكوره، ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يقدر يكسب ويوصل لدور ال 16 من دور المجموعات لكأس العالم للأندية. بالميراس فريق مش سهل، الاهلي برضه فريق مش سهل، بورتو فريق مش سهل، وانتر ميامي اي نعم كان في المتناول ولكن برضه فريق مش سهل. حظوظنا في اننا نصعد خلينا نتكلم فيها دلوقتي. الاهلي ان شاء الله لو كسب بالميراس كده 4 نقط، انت كده بنسبه كبيره جدا حطيت رجليك لدور ال 16. ليه؟ لان الماتش اللي بعد كده بورتو وانتر ميامي، بورتو بنسبه كبيره قوي هيكسب ميامي. لو بورتو كسب ميامي، ميامي كده خرج منها خالص، بقيت انت وبورتو اربعات، والماتش الاخير بالميراس وبورتو. يا عم خلينا نقول ان بالميراس كسب ميامي برضه، فبالتالي بالميراس هيبقى 4
4 نقط. المواجهات المباشره افتكر مش هيبقى فارق اهداف، المواجهات المباشره الاهلي كسب بالميراس كده، الاهلي بقى تاني وبالميراس بقى تالت، وبورتو بقى بغض النظر كسب بقى خسر، المهم يعني ان هو دلوقتي انت ضمنت انك تبقى في المركز الثاني اللي هو التنافسيه مع بالميراس. بورتو طبعا لو كسبنا خلاص بقى اول، بورتو لو اتعادل معانا ساعتها هنشوف بقى كده ايه عدد الاهداف ما بيننا وما بين بورتو والكلام اللي انت فاهمه ده. طب لا قدر الله، لا قدر الله، لو اتعادلت في الماتش اللي جاي بقيت انت 2، بالميراس 2، بورتو يكسب انتر ميامي بقى 5، يبقى 5 2 2 1، يبقى الماتش بتاعك مع بورتو بقى ماتش حياه او موت. ان الاتنين اتنين دي يبقى بالميراس بنسبه كبيره جدا هيكسب ماتش انتر ميامي ده لو انت تعادلت مع بالميراس. طيب يبقى ماتش بورتو اللي انت هتلعبه ده تحت اي ظرف من الظروف تكسبه، وانا وانت اهو ده ما ينفعش يحصل ابدا. لو انت لا قدر الله اي نتيجه حصلت في ماتش بالميراس غير الفوز، انت ما خرجتش من المنافسه، ولكن حظوظك بقت ضعيفه قوي. انك ما قدرتش تكسب انتر ميامي ولا قدرت تكسب بالميراس، ده ما بيديكش ايحاء انك تقدر تكسب بورتو. فبالتالي ده اللي هيحصل. طب لو لا قدر الله خسرنا من بالميراس، ساعتها هنبقى احنا نقطه، انتر ميامي نقطه، بعد ما يخسروا من بورتو اللي هيبقوا 5، وساعتها هيبقوا سوري هيبقوا 4، بالميراس هيبقى 4، بقوا هما الاثنين فوق، وبقيت انت نقطه وميامي نقطه. هتبقى انت عايز ايه بقى؟ تكسب بورتو، يبقى انت ساعتها كده 4 نقط، وبالميراس 4 وبورتو 4، وساعتها تبقى مستني بالميراس يكسب هو كمان او يتعادل او الكلام ده كله، وتحسبها انت بالمواجهه المباشره ما بينك وما بين بورتو، لان انت كده هتبقى كسبت بورتو، فانت 4 نقط، بورتو في المواجهات المباشره خلاص، وبورتو المفروض بقى معاه 4 نقط برضه، فتبقى انت صاعد عليه بالمواجهات المباشره. الحسابات دي كلها ربنا ما يدخلنا فيها ابدا، احنا مش بتوع الكلام ده، احنا طول عمرنا بنلعب بالكره في رجلينا، المكسب معانا، التاهل معانا، فان شاء الله نقدر نحسم التاهل وهو في ايدينا. دمتم في امان الله، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده على قناه صيع كوره، كان معكم اخوكم عبد الرحمن بكر، وسلام عليكم.